صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور، ويمكن أول سؤال بنتسأله: هل ينفع نعمل البيتي فور بالسمنة؟ طبعا ينفع، وهيبقى طعمه حلو جدا، بس مش هيبقى زي طعم البيتي فور الأصلي. يعني ده حلو وده حلو، بس طعم البيتي فور الأصلي اللي هو أساسا حلوى فرنسية بيعملوها بالزبدة، فأساس البيتي فور هو الزبدة. وعملنا قبل كده فعلا البيتي فور بالسمنة، بس النهاردة هنعمله على طريقته الأصلية، الطريقة الصح، البيتي فور بالزبدة. وسريعا كده علشان الناس اللي عايزة تعمل النهاردة الكحك والغريبة، انا هحط لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف عشان احنا عاملينهم قبل كده، وكمان هيظهروا قدامكم في علامة الاي فوق في الفيديو، وهيظهروا كمان في اخر الفيديو، فتقدروا تبقوا ترجعوا لهم مرة تانية. النهاردة هنعمل البيتي فور بمقادير بسيطة جدا، مقادير تتحفظ وهكتبها لكم على الشاشة، لمقدار كيلو دقيق. والنهاردة هعمل كمان مقدار صغير، نص كيلو دقيق. هقول لكم الاول على المقادير. بكيلو دقيق، كيلو دقيق الا 3 معالق، يعني كيلو دقيق هناخد منه 3 معالق، بالميزان هيبقى 900 جرام او 7 اكواب معيارية. كيلو الا ربع زبدة او 750 جرام لو احنا شغالين بالميزان، او 3 اكواب زبدة. ربع كيلو الا معلقة من السكر البودر او 200 جرام او كوباية. 2 صفار بيض وبيضة كاملة، ومعانا طبعا الفانيليا، ومعلقتين كاكاو. دول كده المقادير لو انا هعمل كيلو دقيق. النهاردة هنعمل مقدار صغير، مقدار نص كيلو، هقول لكم دلوقتي برضو المقادير بتاعته. اول حاجة يا جماعة بنصحكم بيها في شغل النواعم كله، سواء كحك، بيتي فور، بسكوت، غريبة، لانكشر، اي حاجة، لازم يكون عندنا ميزان ولو حتى صغير. وعلى فكرة في انواع مش بتبقى يعني سعرها اوفر، بتبقى في انواع سعرها حلو جدا. هقول لكم دلوقتي المقادير اللي تنفع لنص كيلو من الدقيق. معايا نص كيلو دقيق 500 جرام، وهشيل منه معلقة ونص. تمام. الدقيق ده متعدد الاستخدامات، وعليه رشة ملح صغيرة، ونخلته مرتين قبل التصوير. تمام كده بالنسبة للدقيق. بالنسبة للزبدة هناخد تقريبا نص 750، يعني تقريبا 375 جرام الى 400 جرام، مش هيجرى حاجة يعني لو وصلناهم ل 400 جرام مش هتفرق كتير، علشان تبقى طرية معانا واحنا بنعملها في القمع. الزبدة لازم تبقى خارجة من التلاجة، بس احنا بنقطعها قطع صغيرة علشان خاطر تبقى سهلة مع المضرب الكهربائي وما تبوظهوش، لكن هي لازم تبقى ساقعة. ومعايا كمان بيضة وصفار بيضة، والاتنين خارجين من التلاجة من شوية، بحيث ان هما يفقدوا كل البرودة اللي فيهم عشان ما يخلوش الزبدة تفصل مننا وتنزل المية في العجينة. ومعانا كمان فانيليا طبعا، بما ان احنا مستخدمين البيت يبقى لازم فانيليا. ومعانا 100 جرام من السكر البودر، ما يعادل نص كوباية. ومعايا معلقة واحدة من الكاكاو الخام. اول حاجة بعملها ان انا على الميزان قسمت الدقيق لربعين، بما اني مستخدمة النهاردة نص كيلو فقسمته لربعين، وهاخد من ربع فيهم هاخد معلقة كمان غير المعلقة ونص اللي انا خدتهم في الاول، علشان هستبدلها بمعلقة الكاكاو. كده يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط. هقلب الكاكاو مع الدقيق ونركن خلاص دلوقتي الدقيق شوية علشان خاطر نشتغل بالزبدة. اول حاجة هعملها ان انا هبدأ اضربها بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، بس طبعا هياخد معانا وقت شوية لغاية لما الاقيها عملت فوم كده ولونها بدأ يفتح. بضيف بعد كده السكر البودر، وبرضو بضربهم مع بعض لغاية لما يعملوا قوام اشبه بقوام الكريم شانتي، بس طبعا مصفر شوية. الخطوة دي مهمة جدا عشان نتأكد ان السكر خلاص داب، وكل شوية كده نقلب بالسباتولا وننزل السكر اللي على الاجناب علشان خاطر نتأكد ان هو دايب خالص. وبعد كده هنبدأ نضيف البيض. ضفت الاول صفار بيضة، وبعد كده هضربها كويس جدا، ولما تختفي خالص جوه الخليط بتاعنا هبقى اضيف التانية. لكن طبعا طول ما هي لسه باين اجزاء منها نستنى ونضرب شوية كمان لغاية لما تختفي خالص جوه الخليط. بعد كده هحط بيضة كاملة ونكمل ضرب برضو.
وهنحط معاهم نص معلقة صغيرة فانيليا. ويفضل يكون البيض طازة علشان خاطر ما يعملش ريحة زفارة، والفانيليا لو فيه سايلة يبقى كويس جدا. انا ما كانش متوفر عندي الفانيليا السايلة فاستخدمت الفانيليا البودر. زي ما قسمت كمية الدقيق نصين، برضو بقسم كمية الخليط اللي انا عملته من الزبدة والبيض والسكر، برضو بقسمه نصين، نص للبيتيفور اللي هو هيبقى بالفانيليا، ونص للبيتيفور اللي هو هيبقى بالكاكاو. اول جزء اخدته من الخليط حطيت عليه الدقيق اللي هو هيبقى بالفانيليا وقلبتهم مع بعض، يا دوبك بنخلط بس مش بنعجن، يا دوبك بس الدقيق يختفي في وسط الخليط بتاعنا. وبرضو النص التاني حطيت عليه الدقيق اللي هو بالكاكاو، وبرضو هخلطهم بالسباتولا كده بالراحة لغاية لما الدقيق يختفي في وسط الخليط. هنعرف ان العجينة بتاعتنا مظبوطة ازاي. العجينة لو احنا مسكناها بايدينا هتلزق في الايد، ده كده مظبوط. وفي نفس الوقت لو ايدينا نظيفة خالص وحطيناها على وش العجينة مش هتلزق في ايدينا، لان احنا حاطين ايدينا من فوقيها بس. ده شكل القمع اللي احنا هنشتغل بيه. وبالنسبة للكيس الحلواني برضو في كام ملاحظة. السيليكون مش عملي قوي، بيتقطع بعد فترة. الكيس اللي هو للاستخدام الواحد برضو بيتقطع بعد فترة. لكن احسن حاجة فيهم هو الكيس القماش اللي مبطن بالبلاستيك. لكن القماش برضو لوحده مش حلو، لانه بيخلي الزبدة تطلع برا الكيس وتنشف العجينة من جوه. فاحسن حاجة هو الكيس القماش المبطن بالبلاستيك. لو احنا عندنا كيس قماش ممكن نحط جواه الكيس اللي هو استخدام مرة واحدة اللي هو بيبقى بلاستيك، الاتنين مع بعض هيعملوا نفس الشغل بتاع الكيس اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي. بعد كده هنبدأ نشكل العجينة في الصواني بتاعتنا. ايدينا بتبقى اعلى من الصينية بحوالي سنتي واحد بس، وتبقى على شكل مستقيم فوق الصينية، ما تبقاش مايلة. وكمان بنمسك من فوق القمع بالظبط مش من اعلى الكيس، يعني ما نملاش الكيس عجينة قوي ونمسك احنا من اخرها كده، هيبقى ضغط على ايدينا جامد جدا. المفروض ان احنا بنمسك قريب من القمع، وبقية العجينة بتبقى فوق الايد مش تحتها. القمع بتاع البيتيفور بيبقى من اول 5، بس 5 ده للناس اللي بتحب البيتيفورية صغيرة قوي. من اول 5 لغاية 9 مناسب جدا. انا بجيب اللي في النص اللي هو مقاس 7. نسيت اقول لكم انه يفضل طبعا قبل ما نشكل كل كمية العجين نشكل بس واحدة او 2، ونعمل بيهم اختبار كده في الفرن، على اساس نشوف لو العجينة بتاعتنا مثلا ساحت يبقى محتاجة معلقة دقيق واحدة بس، لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هخلص بقى تشكيل العجين اللي بالفانيليا واللي بالكاكاو. وبعد كده لو انا شغالة في جو حر يبقى لازم اسيب البيتيفور يريح شوية ربع ساعة في التلاجة قبل ما ادخله على فرن ساخن مسبقا، يعني اكون مسخناه من قبل كده، لازم يكون سخن جدا. وبعد كده بيقعد حوالي من 12 ل 13 دقيقة مش اكتر من كده على الرف اللي في النص. وبنطلعه، اول لما نطلعه ما نلمسهوش خالص غير لما يبرد تماما، وبعد كده نبدأ نخزنه. هنخزنه ازاي؟ في علبة بلاستيك، وما بين كل طبقة والتانية برضو كيس بلاستيك، وهنغطي العلبة بشكل محكم جدا ونحطها في التلاجة للوقت اللي هنقدمها فيه. اخر مرحلة هي مرحلة تزيين البيتيفور. بناخد كل واحدة كده ونلزقها مع التانية. في ناس بتحب تلزقها بالمربى، وفي ناس بتحب تلزقهم في بعض بالشوكولاتة. انا عن نفسي بفضل الشوكولاتة، وبحس ان هي بتحافظ على قوام البيتيفور عشان ما يبقاش طري. وبعد كده بنزوقه بقى من الخارج بأي حاجة احنا عايزينها، ممكن بجوز الهند، ممكن بمكسرات، بشوكولاتة ملونة، اي حاجة انتوا عايزينها زوقوا بيها، دي كلها حسب ذوقكم انتوا. بالنسبة للشوكولاتة اللي معايا النهاردة، انا دي شوكولاتة خام بجيبها وبسيحها على بخار مائي او في الميكروويف مع معلقتين زيت علشان خاطر تبقى خفيفة شوية، وبنستخدمها عادي جدا. بنغمز البوتيفورة اللي احنا لزقناهم في بعض، بنغمزهم في الشوكولاتة، وبعد كده بنغمزهم في الجوز الهند او المكسرات او whatever انتم محضرين ايه علشان تزوقوا بيه.
بالنسبة للتقديم ممكن لو احنا مثلا رايحين زيارة لحد نجيب علبة كده صغيرة شيك ونرص فيها بشكل حلو البيتي فور ونقدمه، او لو مثلا دي لينا احنا في البيت وهنقدمها للضيوف عندنا برضو بيبقى نحطها في طبق التقديم. وممكن كمان نستخدم الورق الصغير اللي هو بيبقى زي بتاع الكب كيك كده بس بيبقى صغير شوية، ده لقطع الغريبة والبيتي فور والحاجات دي، ونبدأ نرصهم في الطبق ونقدمهم بشكل لطيف. عملنا احلى كمية بيتي فور معانا النهاردة. اتمنى ان النهاردة الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كمان ان البيتي فور لما تعملوه يعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.